مارسيل كولر بعد الأداء السيء من النادي الأهلي في مباراة إنبي تحدث مع اللعيبة وقال لهم يا جماعة نقطة ومن أول السطر، اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش. احنا لسه 9 مباريات وخسرنا نقاط كتيرة. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. النادي الأهلي أنهى استعداداته لمباراة زد اليوم، مباراة مؤجلة. النادي الأهلي كرس كل جهوده، نسى أداؤه السيء في مباراة إنبي وكل تركيز لاعبيه على حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة، لأن أنت بتقابل فريق قوي. فريق زد بصراحة فريق مدير فني على أعلى مستوى، لاعبين خط الدفاع وخط الوسط والهجوم على أعلى مستوى، نتائج مميزة لفريق زد في الدوري. لقاء قوي، يعني فريق لا يستهان به. بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهارده. بعد مباراه انبي والتعادل مع انبي 2-2، مارسيل كولر تحدث مع اللعيبه وقال لهم يا جماعه نقطه ومن اول السطر. هننسى كل النقاط اللي احنا خسرناها قبل كده، ادائنا السيء هنخسره. الفرص المهدره لازم نستفاد بكل فرصه بتجيلنا. لو نص فرصة لازم نحرز هدف عشان نحقق 3 نقط، لأن احنا داخلين على معترك قوي، دوري طويل ممكن يوصل لشهر 8 أو 9 القادم، فلازم ما نضيعش أي نقطة علشان نتشبث بالمقدمة. طبعا بعد تعادل إنبي مع النادي الأهلي 2-2 احتل قمة الدوري العام في غياب الأهلي وغياب الزمالك عن القمة، لوجود مباريات مؤجلة للنادي الأهلي ومباريات مؤجلة لنادي الزمالك. مارسيل كولر طبعا رغم الغيابات الرهيبة للنادي الأهلي، طبعا إصابة محمد الشناوي، إصابة حسين الشحات، عدم جاهزية بيرسيتاو، خط النص غياب النجم إمام عاشور، الجهاد اللي بيعاني منه علي معلول، غياب ياسر إبراهيم. عندك مشاكل في كل الخطوط، في خط الدفاع وفي خط الوسط وفي خط الهجوم، مشاكل كتيرة. مارسيل كولر مصمم ان هو يبدأ بأنطونيو موديست. أنطونيو موديست يا جماعة بيستلم الكرة مش عارف يباصي للاعب زميله. أنطونيو موديست جات له في ماتش انبي فرصة على حدود منطقة الجزاء، بيشوطها زي ما يكون بيمرن حارس انبي في التدريبات، مش بيلعب مباراة رسمية. كهربا أحرز الهدفين في ماتش انبي وأضاع العديد من الفرص، ومع ذلك راجل بيقاتل على كل كرة. لعب جناح بيأدي، لعب مهاجم بيأدي. موديست ممكن تقعده جنب سيادتك على دكة البدلاء وتلعب باللاعب الجاهز الموجود عندك. وسام أبو علي جاهز ممكن تبدأ بيه، كهربا جاهز ممكن تبدأ بيه. موديست تخليه ورقة رابحة معاك، إن حبيت استخدمها، ما استخدمتهاش خلاص هو قاعد جنبي يكمل. هو خلاص كده راجل واخد كده واخد عقده، لعب ما لعبش هياخد عقده فيكمل المدة بتاعته. بصراحة موديست ده صعبان عليا. موديست ده عبارة عن مهاجم كتلة لحم بتجري في الملعب، لا ضربات الرأس اللي بتجيله لا بيستفاد بيها، الفرص اللي بتجيله ما بيستفادش بيها. طب هنعمل ايه اكتر من كده؟ على بركة الله النادي الأهلي هيلعب مباراته النهاردة تحت شعار أكون أو لا أكون. لابد من حصد ال3 نقاط للتقرب رويدا من قمة الدوري. احنا داخلين على معترك